ايه هي اسباب الذهان؟ ده كان سؤال احد المتابعين على الفيديوهات اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن يعني ايه ذهان وايه اعراضه وازاي نتعامل معاه. بص يا صديقي، من اهم اسباب الذهان هنقدر نقسمها كده الى سببين رئيسيين. السبب الاول وهي الوراثة. الف ب لما تيجي تشخص اي مرض بتحط في بالك اول سبب هي الوراثة. هل ايه التاريخ المرضي للحالة؟ هل كان حد من عيلته بيعاني من اي مرض نفسي، اكتئاب، اي خلل، اي مشاكل عقلية؟ بيكون اكبر سبب يعني حوالي 60-70% بيكون نتيجة وراثة. طيب ده اول سبب. تاني سبب رئيسي وهو بيكون اسباب بيئية، وبينقسم تحتها حاجتين: اسباب ما قبل الولادة واسباب ما بعد الولادة. اسباب ما قبل الولادة يعني ايام ما كانت الام حامل فيك، مثلا تعرضت لاي صدمات، اي اكتئاب، اي ازمة، اي كحوليات او مواد مخدرة. ممكن الام كانت بتتعاطى مخدرات او بتشرب مواد كحولية، دي برضو ممكن تأثر عليك جدا في الامراض دي. طيب تاني حاجة العوامل ما بعد الولادة، دي بقى بتكون ظروف بيئية. مثلا انت نفسك تعرضت لصدمات، عملت حادثة، صدمات في الطفولة، عندك اي مشاكل، ممكن تكون في خلل في الدماغ، تعرضت لاي امراض او حمى، فدي بتكون برضو من الاسباب. فاسباب الذهان احنا مش بنقدر نقطع بيها الا مع الوقت، نبدأ نفهم. ممكن تكون وراثة، ممكن تكون وراثة وعمل بيئي، مثلا انت عملت حادثة. فاحنا بنحدد عن طريق 3 حاجات زي ما قلنا: اسباب وراثية، اسباب ما قبل الولادة، واسباب ما بعد الولادة. دي كانت ببساطة اسباب الذهان. أنا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين، وبنسهل مفاهيم عن الصحة النفسية ومفاهيم عن الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية. فلو أنت حابب تطور من نفسك ومهتم بالمجال ده يبقى لازم تعمل لنا فولو على الصفحة دي، ويا ريت تشوف الفيديوهات اللي فاتت. ولو عندك أي سؤال أو استفسار ممكن تسيبه لنا في الكومنتس أو تراسلنا على رسائل الصفحة. وافتكر دايما إن في مساحة نفسية بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.